تعصيب الكوره هذا نعرفوه وكذا، ولكن نبعدوا عليه قدر الامكان لان احنا في شهر كريم ماذا بينا نواصلوا المشوار. بارك الله فيكم. مشاهدي قناة ليبيا الرياضية، تحية طيبة لكم. طبعا اليوم من داخل مدينة صبراتة، حيث نتابع انطلاق دور السلام لكرة الطائرة للمرة الثانية على التوالي. يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ مفتاح المكتوف، طبعا مختار محلة دحمان الوسطى. رحب بك عبر قناة ليبيا الرياضية. وأكيد أستاذ مفتاح، المحلة ناشطة بسم الله ما شاء الله، رياضة وكذا، ومختلفة جدا في الألعاب، في اختيار الألعاب هذه المرة في لعبة الطائرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية نحييك أستاذ أحمد، ونحيي قناة ليبيا الرياضية المتميزة دائما في المحافل الرياضية المتواجدة معنا في كل المحافل. ننطلق بهذا اليوم بافتتاح دوري السلام لكرة الطائرة بمحل دحمان الوسطى بلدية صبراتة للعام الثاني على التوالي لتنشيط الشباب في هذه اللعبة. تميزت هذه المحلة تخصيصا بدوري في الطائرة تجنبا لحدوث حتى الاحتكاك للشباب، ولقينا ناس محبين للعبة هذه كانوا منسيين فعلا، اهتمينا بهم قدر الامكان وانتقلنا الى لعبة الطائرة اكثر من تركيزنا على كرة القدم. بوجود عديد الدوريات في المنطقة اتجهنا لكرة الطائرة. طبعا محل الدحمان، لو تحدثنا عن محل الدحمان الوسطى من حيث النشاطات اللي تقوموا بها انتم، تشاهدوا في اكثر من مره قناه ليبيا الرياضيه تابعت بعض اعمال الرياضيه والنشاطات الرياضيه، كذلك هناك بعض النشاطات التكريم لاولياء الامور، لرياضيين، لبعض الشخصيات اللي موجوده في المنطقه. محل الدحمان الوسطى طبعا محلة صغيرة مقارنة بالمحلات داخل بلدية صبراتة من 11 محلة، ولكن تميزت فعلا بعديد المناشط. خلال الأشهر الماضية قمنا بتكريم 59 متقاعد تحديدا من النساء والرجال في كل المجالات، لا نختص بتعليم ولا صحة، يعني في كل المجالات. بالإضافة في المجال الرياضي تكريم عدد من قدامى الرياضيين اللي لعبوا في نادي الشعب سابقا، ما يعرف نادي الوفاق حاليا في وفاق صبراتة. قمنا بتكريم مجموعة منهم كان فعلا في كرة اليد، يعني تحديدا رياضيين في كرة اليد. أذكر منهم على سبيل المثال مثلا اللاعب الشهير اللي كان في كرة اليد يمتاز الدكتور محمد عكاشة، وعلى شاكلته من الرياضيين، بالإضافة لتكريم القدامى في كل القطاعات يعني. وإن شاء الله مستمرين في مناشطنا بعون الله طالما الإرادة موجودة يعني بعون الله.
أكرر شكري وترحابي بكم قناة ليبيا الرياضية، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير على متابعتكم وتغطيتكم لحفلنا هذا. بارك الله فيكم. شكرا. ايضا مشاهدينا، من خلال متابعتنا لدوري السلام للكرة الطائرة هنا في محل الدحمان الوسطى في مدينة صبراتة، يسعدنا ان يكون معنا الاستاذ ابو بكر عمر يحيى طبعا من اللجنة المنظمة لهذا الدوري، وعلى للسنة الثانية على التوالي استاذ ابو بكر ينظم دوري دحمان الوسطى للكرة الطائرة، دوري السلام للكرة الطائرة. اقبال كبير اعتقد اليوم نشاهدوا في نجوم كرة الطائرة في المنطقة الغربية متواجدين وبمشاركة كبيرة. تفاصيل اكثر حول هذا الدوري تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيك استاذ احمد، والشكر موصول لقناه ليبيا الرياضيه الحقيقه اللي دائما في الموعد في تغطيه المناصر الرياضيه المنطقه الغربيه، هذا مش غريب عليها. نحن اليوم متواجدين في محل الدحمان الوسطى في مسجد شهداء قليل للسنه الثانيه على التوالي دوري السلام للكره الطائره. السنه كان باذن الله تعالى بطابع جديد بصيغه جديده بمشاركه اكبر. عدد الفرق السنه كان اكثر من السنه الماضيه. متواجدين عده لاعبين كانوا يمثلوا في منتخب ليبيا ومتواجدين حاليا، ومن ضمن النخبه عدد فرق 8 فرق. طبعا تعرف انت كره الطائره ما فيش تغطيه هلبة الفرق، ولكن الموجودين يعني من نخبه نعتبرهم. اللاعبين اللي مشاركين في الفرق هذه طبعا معظمهم لاعبين محترفين، وزي ما نقول من نخبه لكره الطائره. طبعا عدد من اللاعبين المتواجدين في الدوري الممتاز الليبي لكرة الطائرة في عدة فرق، من سواء فريق العالي، فريق السارية، فريق مجموعة من اللاعبين، وأيضا اللي لعبوا حتى في صقور العلاقة. ايه طبعا هم عدد كبير اللي كانوا لاعبين الأندية المعروفة واللي قاعدين حاليا يمارسوا في كرة الطائرة. انت تعرف حتى سبب تاخرنا في انطلاق هذا الدوري في النصف الثاني من الشهر الكريم، وذلك للزخم الموجود في الدوريات اللي كرة القدم، سواء الكبار والفئات السنيه الصغار. باذن الله تعالى حيكون نظام الدوري خروج المغلوب مباراتين. حيقام الدوري لنهايه الشهر الكريم، وستكون المباراه النهائيه في 3 و4 يوم العيد. حتكون في معايده هنا في محل الدحمان الوسطى في نفس المكان هذا.
نسال الله التوفيق. كل طبعا الشكر استاذ بكر اكيد باعتبارك متابع للحركه الرياضيه في المنطقه الغربيه وفي مدينه صبراتا بشكل خاص، اكيد في غياب اعتقد لكره الطائره في المنطقه، سواء في من مدينه صبراتا، سلمان، العجلات، المناطق هذه اللي كانت تعج بعدد من النجوم اللي ينشطوا في عدد من الانديه، وايضا غياب فريق صقور العلاقه الفتره الاخيره عن ممارسه اللعب. طبعا هذا شيء اكيد وملاحظ سيد احمد. كرة الطائرة تقول ما فيش اهتمام كبير بها، رغم انها هي من افضل الالعاب الجماعية، اللعبة الوحيدة اللي ما فيهاش احتكاك. نادي صقور العلاقة تغير صحيح عن مشاركاته اللي كانت ليه صولات وجولات في الدوري الليبي، ونسأل الله التوفيق انه يرجعوا من جديد. موجودين طبعا فرق من مدينة المعمورة، من الزاوية، ومن مجموعة من اللاعبين من العجلات، وطبعا خليط هو الدوري. وباذن الله تعالى نتمنى التوفيق للجنة للاشراف على هذا الدوري، ونسأل الله التوفيق وبارك الله فيك يا احمد.